بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم. مؤشر اي جي اكس والهبوط اللي شغال يعمله. لكن إن شاء الله آه، نتوقع الارتداد قريبا إن شاء الله. هل المؤشر حاليا هو عند القاعدة، يعني تقريبا واقف عند القاع اللي هو 29 173. فكل الناس بتقول إن إيقاف الخسارة عند القاعدة. تمام. لكن هل لما يجي يكسر القاعدة، وهل لما يجي بعد كده حتى لو أغلق تحت القاعدة، هل معنى كده دي إيقاف الخسارة فعلا على المؤشر، ولا في كلام تاني؟ أنا أعتقد إن أصلا كل اللي بيعمله ده إيه كل ده بس تخويف، وكل ده عشان بعد كده إن شاء الله عندنا صعود تاني. تمام. إيقاف الخسارة مش من هنا أصلا يعني. كل ده يعني هنا ده في هنا. هل ده مثلا يعتبر قاع اللي هو أنا مشاور عليه عن 29 800؟ فهنا جه كسر القاع ده مش أولا، ده مش قاع، فاهم؟ ده اسمه بول باك، أو قاع اسمه قاع محفز أو بول باك. فالسعر لازم يجي يكسر القاع ده أهو عشان يصعد تاني. السعر لازم ياخد عزم، ولازم يجي يكسر القاعدة اللي هو عن 29 800. هي في النزلة دي، يعني هي النزلة دي لما نزل عن 29 200 عمل لنا الحكاية دي، كسر لنا القاعدة. تمام. كسر لنا قاع 29 786 تقريبا. فالمفروض كان هنا ياخد العزم ويبدأ في الصعود، لكن هو ما عملش كده. عمل ايه؟ هو جاي برضو نفس الحكاية، جاي يسحب السيولة من القيعان دي كلها. يعني هنا كون تقريبا كده ايه رينج عرضي. تمام. هيجي يعمل ايه؟ هيجي يسحب برضو السيولة، هيكرر نفس الحكاية تاني. هيكسر كل الدعوم دي اهي. فحاليا من الوارد ان هو يجي يكسر 29 170. طبعا هيبقى في بانيك في السوق. تمام. لكن ان شاء الله انا حاسس ان في ارتداد قريب. ليه في ارتداد قريب؟ ان اصلا يعني الرقم ده كل الناس محددة اللي هو 29 170. مش هو اصلا ايقاف الخسارة، يعني مش هو ده ايقاف الخسارة. فين بقى ايقاف الخسارة فعلا؟ اللي هو يتحول معانا الترند كله اللي احنا طلعنا منه من عند آه، من عند 24، يتحول معانا الترند ده خلاص. الطلعة اللي احنا يبقى خلصت لو جه كسر معانا القاع اللي هو عند 27 ألف أهو، عند الشمعة دي. ديل الشمعة دي إن إيه ديل الشمعة دي هو اللي عمل لينا تجاوز معانا القمة دي. يعني إيه؟ كل قاع لازم بيكسر قمة. وكل يعني عشان اللي هو إيه عشان نقول إن المؤشر عمل معانا إيقاف خسارة وخلاص بقى هيتحول للترند الهابط ويبقى الطلعة دي خلصت، لازم يجي يكسر قاع 27 اهو. القلم مش اللي انا عامل له خط احمر، لازم يجي يكسر معانا القاعدة عشان نقول كده خلاص الترند اتحول لهابط. وايه كمان يعني عشان يبقوا عارفين مثلا يجي يكسر معاك القاعدة وبعد كده يعمل ارتداد، تبقى البيع هنا. يعني نحاول ارسم لكم في حالة ايه الهبوط. يعني احنا مثلا بنفترض ان هو خلاص خلص يعني خلاص احنا مش هنفترض كده، هنلغي الحكاية دي. احنا بس هنتكلم حاليا ان ايه القاع الاساسي عندنا اللي هو ده. اما القيعان دي كلها ولا حاجة. القيعان دي وكل الدعوم دي وكل دي تعتبر كل دي بول باك. يعني ده اسمه بول باك، اللي هو القاع الصغير اللي هنا ده 29 245 اسمه بول باك، قاع تحفيزي. السعر لازم فيما بعد يجي يكسر القيعان دي. تمام. فحاليا يعني انا ممكن اتوقع هو مش هيوصل اصلا ل27. يعني فرصة انه يوصل لنا عند القاعدة انا مستبعدها. تمام. هو ممكن يجي يكسر 29 170 القاعدة، وممكن يكسره بشمعة ويبات تحتيه كمان، ممكن يغلق تحتيه. وتاني يوم ولا يوم اللي وراه تبص بعد كده
هتلاقي فيه صعود. تمام. ليه؟ من أساس تحديد الإيقاف الخسارة غلط يعني عند الناس وعند أغلب المحللين. تمام. فهو هو الميكر أو صانع السوق عايز يجي يعمل الحكاية دي، هو عايز يجي يكسر القاعدة، وعشان كله بعد كده يوقف في الخسارة وكله. ما انت في ناس هتبيع مثلا، في ناس مع البانيك ده اللي هيحصل ممكن كله هيخرج. تمام. الميكر بقى مين اللي هيشتري اصلا مننا؟ هو الميكر اللي هيشتري مننا. يعني هو الميكر واقف مستني ايقاف الخسارة ده، هو اللي هيشتري مننا. تمام. وبعد كده هتتفاجأ بعد كده يعني ايه؟ ان في صعود جاي لك تاني صعود. ويعني حاليا المؤشر يعني قريب من التشبع البيعي. تمام. والأسهم أغلب الأسهم القيادية اللي هي قطاع كبير البتروكيماويات حاليا في التشبع البيعي. يعني حتى لو جاب لك قاع تاني خلاص يجيب قاع تاني. يعني القاع ده هيفرق كام؟ مثلا 5% عن آخر قاع. 5% دي السهم ممكن يطلعهم في يوم 10%، في 20% السهم ممكن يطلعهم في يوم واحد. فحتى يا جماعة لو هيجيب قاع تاني، وحتى الأسهم اللي هي البتروكيماويات أو الأسهم اللي هي ما أصلا ما صعدتش، حتى لو هتنزل تاني يعني ايه عادي، دي فرص شراء مش فرص بيع. الناس اللي هتبيع بعد كده توقف خسارة بعد مثلا هبوط 60% ولا 50% من آخر قمة، فدي هتخسر كتير يعني مش هتعرف تعوض أصلا. فلا، خليكم فيها الأسهم دي. الخوف بقى من الأسهم اللي هي ايه؟ اللي لو في نزول، اللي هي ممكن خلاص يعني عملت قمة جديدة وايه وممكن خلصت صعود يعني. لكن أسهم اللي هي نازلة 60% و70% يعني من آخر قمة، فدي مش للبيع خالص يعني. والله المؤشر يكسر ما يكسرش ملناش دعوة. زي ما بنقول احنا ممكن يجي يكسر القاعدة وممكن يعمل شمعة طويلة ويبات تحت كسر القاعدة وتحت إيقاف الخسارة، وتاني يوم ولا اليوم اللي وراه ويطلع. عموما أنا يعني راسم هنا مربع كده ممكن السعر يجي عنده إن شاء الله ويرتد. فعموما أنا راسم مربع كده بيمثل كذا حاجة مع بعض. في هنا دعم اهو عند 29,800، 29,860 وستين تقريبا أو 70، 29,870. في هنا حاجة كده اسمها فير فاليو جاب هنا اهي. يعني ايه الفراغ ده؟ شايفين الفراغ ده بين الشمعة الخضراء الطويلة دي؟ الحتة دي اسمها فير فاليو جاب. دي يعني السعر ما جاش تداول في الحتة دي. تمام. هنا طبعا هتبقى منطقة سيولة عالية اهو. القيعان دي، كل القيعان دي، كل ديول الشموع دي مناطق سيولة عالية. فالسعر او المؤشر ممكن يحب يسحب السيولة من كل القيعان دي، ودي تبقى اخر فرصة عشان عشان الناس توقف خسارة طبعا، وتبقى هي اسمها كده مناطق سيولة عالية، مناطق سحب السيولة، وفي تحتيهم فير فاليو جاب. فغالبا السعر ممكن يرد معانا من عند المربع ده اهو. يعني ممكن يكسر القيعان دي، ممكن يبات تحت القاعدة المكسور عادي خالص، ممكن يرمي كده بديل يجي لك هنا بعد كده يطلع تاني بديل شمعة، ممكن جدا. فطبعا هو بيلعب على أعصاب الناس، على الناس اللي هي خسرانة تشوف الخسائر بتزيد. فكل دي طالما انت ما حققتش الخسارة في أسهم، فدي خسارة ورقية، خسارة على الورق بس. ممكن بعد كده يعني السعر يصعد تاني. زي ما قلنا احنا ايقاف الخسارة الفعلا والحقيقي اللي انت تخاف منه بعدين كسر 27,141. اما كل القيعان دي اللي عاملها دي قيعان تحفيزية بول باك يجي بعد كده يسحب السيولة منها عادي. تمام. يعني زي هنا اهو، هنا شوف هنا يعني ده هنا هو كان عامل قاع. تمام. هنا هو كان عامل قاع، يعني هنا في كان عامل قاع عند 27,800. هنا كان عامل قاع عند 28,800. شوف بعد كده الشمعة دي عملت النزول ده. شايف؟ جا سحب السيولة من كل من
من قاعين اهم. فدي دي مش قيعان، دي اسمها قيعان تحفيزية او بول باك. اما القاع الرئيسي كان هنا اهو، كان عند 25. فالقاع ده عمل يعني القاع اللي هو عند 25,600 عمل القمة اللي عند 29,598. تمام. فكده ده اسمه قاع رئيسي. تمام. بعد كده القاع الرئيسي ده اللي عند 27 عمل القمة اللي عند 32. فبعد كده الهبوط لكل القيعان دي أو دي يسحب منها السيولة. دي اسمها قيعان تحفيزية. السعر أو المؤشر يجي يسحب منها السيولة. تمام. مجرد بس ما يسحب منها السيولة دي، فبعد كده يطلع تاني زي ما عمل هنا بالظبط اهو، زي ما عمل لما كنا عند 27. فإيقاف الخسارة فعلا اللي هو مع كسره يتحول خلاص الترند. يبقى كده احنا خلصنا الطلعة بتاعتنا كسر 27. يعني حتى لو جاي كسر يعني بفترض معاكم مثلا يعني، وان شاء الله السيناريو ده مش وارد يعني بإذن الله، هو هيرتد من قبل الحتة دي بكتير. هو صحيح عامل نموذج سلبي اللي هو مثلث وكسره، وعامل شكل برضو اللي هو الماسة تقريبا، وعنده هدف هابط. بس خلي بالنا يعني السعر عنده هدف هابط، ممكن ما ينزلش الهدف الهابط ده. طب ما هو كان عامل قبل كده راس وكتفين وطلع اهو في الحتة دي اللي كنا فيها، كان عامل راس وكتفين كبيرة. هل نزل يا جماعة راح للهدف الهابط؟ نزل؟ ما نزلش، راح جاب الهدف الهابط واعتمد ان والناس طبعا باعت وكله منتظر الهدف الهابط، ما نزلش جاب الهدف الهابط. فالمؤشر يعني غير الاسهم ممكن تعمل لك اشكال وتعمل لك اشكال فنية وتنزل نزول محدش يحس بيها. لكن المؤشر ممكن ينزل. انا معرفش يعني ايه، انا برضو يعني مش عايز اكد ومش عايز يعني اقول فعلا لا، مش انا معرفش برضو، بس انا اللي شايفه يعني اي حد يعني مش شرط حد ياخد بكلامي، فاهمين؟ فكل واحد حر هو يعمل ايه. انا مش يعني مش بفرض كلامي على حد او بدي نصايح لحد هو يتصرف ازاي في الوضع اللي احنا فيه ده. الوضع اللي احنا فيه ده وضع خطير يعني، ومش خطير، هو ان شاء الله مش خطير ولا حاجة، بس يعني عشان محدش يخسر ولا حد بعد كده يعني يسمع كلامي او حد يتصرف زي ما انا عن نفسي. انا ما بعتش اي حاجة في النزول ده، ومعايا اسهم ان شاء الله كلها يعني هترد وكل حاجة. ما بعتش حاجة في النزول ده انا يعني اللي انا شايفه ان اولا معايا اسهم انا ضامنها، ويعني اسهم واخدها كاستثمار طويل الاجل وشاريها في قيعان، فما يهمنيش الهبوط ده. وحتى لو هتهبط معايا تاني الاسهم دي فانا عارف اتصرف معاها ازاي. لكن فكل واحد حسب بقى الاسهم اللي مشتريها، وحسب يعني كل واحد يبقى حر ويعرف هيتصرف ازاي. فانا شايف مع كسر القيعان دي هتبدأ تخش القوة الشرائية، يعني ينزل زي ما ينزل، فاهمني؟ خليه ينزل زي ما ينزل المؤشر، ما يهمناش في اي حاجة. فدي وجهة نظري يعني ان شاء الله. يعني هو بس عايز يجي يكسر كل القيعان دي كل دي عمليات سحب السيولة. طول ما احنا فوق القاعدة اللي هو عند 27 احنا في امان، واحنا وارد في اي وقت القوة الشرائية تدخل، وبعد كده اللي انت بعته بخسارة مثلا 60% وارد ما تعرفش تشتريه تاني. عشان كده بقول لكم يعني ايقاف الخسائر بعد خسارة كبيرة زي كده في اسهم نزلت اكتر من 60% ولا 70%، وارد ما تعرفش تشتريها تاني. انا يعني دي نصيحتي. الناس الخسرانة خسارة كبيرة، لكن لو خسران خسارة صغيرة يعني او لسه مشتري، فدي عادي. ممكن ممكن عايز تفعل ايقاف خسارة، مفيش مشكلة لو خسارة قريبة. لكن لو خسارة بعيدة فانت متضمنش بكرة يحصل متضمنش القوى الشرائية هتخش من فين. يعني متضمنش انت صانع السوق او الميكر ناوي يعمل او ناوي يخش من فين. فمجرد بس ان صانع السوق هيخش او الميكر هيخش، فانت بعد هيشتري ماركت، فانت بعد كده ممكن ما تعرفش تاخد السهم بتاعك تاني اللي انت هتبيعه.
فدي نصيحتي إن شاء الله للتصرف الأمثل حاليا في الوضع اللي احنا فيه. زي ما أنا راسم كده إن شاء الله في هنا يعني في هنا كذا دعم، وفي fair value gap ممكن إن شاء الله السعر يرتد منها وميوصلش للهدف الهابط اللي الناس بتتكلم عليه اللي هو عند تقريبا 27. يعني دي وجهة نظري إن شاء الله، وإن شاء الله خير، وربنا يكرم الجميع، وإن شاء الله كل الناس يعني تتحول إن شاء الله للربح وتعوض كل الخسائر إن شاء الله. وشكرا جزيلا. وشكرا.